مين يعرف اسم السمكة دي؟ اللي يعرف يكتب لنا في كومنت ويقول لنا اسمها ايه. شايفين دي؟ اغلى من دي. شايفين الصغيرة المحيرة دي اللي بورسعيد كلها بتقف لها طابور؟ مدلعينها بيقول لها يا بندق، والناس تقول لها يا فوزدق، وهي اسمها شبار اخضر. دي الصغيرة اللي ما تاخدش لقمة اغلى من الجمبري ده. يعني ده مثلا انا النهارده ببيعه ب 220. السمك ده جوابي اخضر واغلى من الوحش اللي قدامك ده. شايف الصغير؟ سبحان الملك. شايفين الصغيره دي تبقى اغلى من دي. الكيلو من دي قد الكيلو من دي 3 مرات. انتوا متخيلين يا جماعه؟ بتاع الصغيره دي ما تجيش في لقمه يعني دي ناخدها مسح زور، بس الكيلو منها اغلى من الكيلو دي 3 مرات. وده معناه ان هنا في سر. هنعرف الحكايه النهارده عند اهم بتاع سمك في بورسعيد. خليكم معايا. اكرم السحراوي اشهر بتاع سمك فيك يا بورسعيد. ودي ام كرمه بتتكلم في اكبر تعليم حصل عليه اي طالب في مصر، التعليم والشطاره والثقافه وكل حاجه. ايه دي بقى؟ سمكة الشبين. الشبين. احكي لنا بقى ليه بتضحك كده، وقولي لنا ازاي اشتغلتي رغم ان انت ما شاء الله تعليم عالي، ازاي اشتغلتي كده؟ بصي، دي اولا دي سمكة الشبين. السمكة دي يعني ليها اسامي تانية في اماكن تانية، في محافظات تانية بيبقى ليها اسامي تانية، بس احنا عندنا هنا بنسميها سمكة الشبين عامة في بورسعيد. اي حد بقى هنا بينزل عندنا بورسعيد بيسأل سمكة الشبين دي موجودة فين او كده، يعني الحمد لله يعني الناس كلها بتقول له خد سمك من عند اكرم السحراوي هتلاقي عنده سمكة الشبين. قصة بقى انا اشتغلت ازاي، فدي قصة طويلة قوي. يعني انا داليا السحراوي، معايا ليسانس اداب ودبلومه في التربوي. فانا ما كنتش بنزل اقف مع بابايا وكده، انا كنت شغاله مدرسه عادي، بس اجى بقى حصل تاتش كده في حياتنا، فاضطريت بقى ان انا انزل اقف مع بابا وكلام من ده يعني. بس انا بقى اللي اخترت اللي انا اقف معاه في المجال ده، يعني انا اللي اخترت اللي انا اقف في المجال ده. ما لان في كذا حد قال لي طب انت باباكي بيستغلك اللي انت سبتي التدريس وكده وجيتي اشتغلتي في السمك. لا، انا اشتغلت معاه. انت حابه الحكايه؟ انا حابه ان انا اساعد والدي، يعني انا حابه ان انا اقف معاه. طيب في سطر واحد قولي لي والدك بالنسبه لك ايه؟ شايفه الحياه من غيره وبيه عامله ازاي؟ لا، هو الحياه بصراحه. هو الحياه انا شايفه اللي هو الحياه، يعني انا وهو على طول، يعني حتى هنا معروفين، يعني هو اكرم معروف اللي هو وبنته مع بعض على طول. قصه حب عنيفه في اي حته بقى، قصه حب اي عنيفه، حته واي مكان انا وهو بنروح مع بعض، بنيجي مع بعض. اسالك السؤال أنتيمي. بطريقه تانية. لما بتيجي تدعي لاولادك الاول وجوزك الاول ولا الاكرم السحراوي؟ بصراحه لبابايا الاول، بصراحه يعني ده مش كلام والله، بصراحه يعني انا بقول له انا بحبك اكتر واحد في الدنيا. عينيكي بتلمع قوي وانا ما كنت بتتكلمي عنه. علشان هو حياتي، حياتي. ما اقدرش اتخيل حياتي من غيره بصراحه. نسمع بقى حكايه الحب وقصه العشق الكبيره اللي بين الاب وبنته. اكرم السحراوي المشهور بسمكه الشبين اللي بتعالج الامراض، ملك الشبين في بورسعيد. ناس بتجيله من كل حته عشان السمكه اللي بتضحك في ناس كمان بتاخد من محافظات تانية، احنا بنودي لها، يعني بنبعت لها في محافظات تانية. قول لي بقى علاقتك بداليا وازاي انتوا الاثنين ما شاء الله ربنا هي داليا بنتي. اول حاجه انتوا يا شرفتونا. رب. هي داليا بنتي، يعني من زمان وهي في الكليه كانت بتقول لي يا بابا احنا نشتغل اونلاين، وانا كنت برضك واقف مش في محل، يعني ما كناش واقفين في محل، يعني احنا فرش عادي في فرش عادي في الشارع. فبابا انا شغالك اونلاين وكده، بقت تنزل السمك بتاعها تعرضه وهي بتمتحن وهي بتذاكر وهي بتروح الكليه. فبعدين بس وهي في البيت، فبعدين كانت ما بتنزل لنا السمك وكده، كنت ببيع وبتسلمنا. يعني هي كانت السبب في النقله اللي حصلت والزحمه اللي حصلت. كانت بتسلمنا اوردرات وهي موجوده في البيت وكده والكلام ده. بس برضك كانت بتشغلني، بس ما بتنزلش وكده. فهي نزلت لما حصل في ظروف كده، يعني ليا ابن توفى، فهي نزلت معايا رحمه الله عليه. طيب خليني بس اكلمك في قصه الحب العنيفه دي. اول دعوه بتطلع منك بتبقى لمين؟ اكتر حد ما بتبقى الدنيا جايه عليك؟ داليا، بس انا بحبهم كلهم. استنى ما اقول السؤال. تمام. لما الدنيا بتحس انها جت عليك قوي، اول باب بتخبط على مين؟ اول باب بتحكي له مين؟ هي بنتي طبعا. هي طبعا.
مدام موجوده؟ اه الحاجه برضك موجوده معايا. تدعي الحاجه الاول ولا هي الاول؟ الاثنين مع بعض. انت خايف تروح. خايف تروح، انا عارف الموضوع ده. انت عرفت ازاي؟ انا كمان بخاف اروح. لا والله بص اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. احنا بنشتغل يعني انت فاهم ان الحياه صعبه وكده يعني، فاحنا بنشتغل برضك عشان يعني نبقى كويسين يعني ونعيش في مستوى يعني مش قليل ولا الشغل حلو، الشغل حلو. اه الشغل برضك يعني. وبعدين احنا بنجيب اسماك كتير غير الشبين يعني. انا عايز اعرف ايه دي اللي البورسعيد كلها مخبوزه؟ ده سمك المبطرخ. السمك ده جوابي اخضر. اخضر. اه ليه غالي؟ يعني السمكه دي البيضه دي الناس تعرفها ده في جميع المحافظات. ده بولتي. ده احنا عندنا الاخضر ده ما فيش حد يعرفه الا البورسعيديه. ايه هو بقى؟ حتى الناس في البلاد التانية بتستغرب انتوا بتبيعوا الاسعار دي ازاي؟ ليه اصلا؟ لان هو اصلا السمك دون لما بنيجي ناكله بنعرف ناكله. 550. ما فيش حد يعرف يقشره. دي حاجه. بيبقى مبطرخ كده. 275. شوف البطروخ اللي في ده. 275. ده فياجرا ده. ده بيجرى. دوق كده. 275. بياكل المذيع. ده الله يا حاج اكرم. كله بيحب باشا السمك الصغير ده. ده فستق وبندق فعلا. اه جوابي ده. ممنوعات. حتى الفصوص بتاعته. ممنوعات. اتفضل كده حضرتك دول الفصوص بتاعته كده. وريني. العظمه دي كله بيبقى كله تفكيره في البطروخ يعني يا وكده. جماعه العظمه ده كل اللي بيشتري عشان ده. في منه على فكره فاضي ما فيهوش بطروخ وبيبقى ارخص. في منه يعني ده انا اطلب لكم البوليس ازاي يعني يعني؟ أرخص يعني من السمكه ده. دي فاضيه. في منه الفاضي كده. مش عايزها تبيع. دون يعني مثلا المبطرخ سعره قد الفاضي مرتين. يعني ده مثلا ب 110 الثاني ب 220. 20 مثلا. انما دون الابيض ده اللي هو اللي كلكم عارفينه دون بتاع اللي في جميع المحافظات دون بتروح سعره مثلا من 80 ل 100 80 70 110 لحد 110 ما يزيدش عن كده يعني. بس دي اغلى من الجمبري، يعني اعرف الجمبري ده بيبقى غالي ازاي السمكه الصغيره دي غاليه؟ الجمبري يعني ده مثلا انا النهارده ببيعه ب 220 تمام. ده الجمبري ده ب 220 جنيه. ممكن يجي على وقت يتباع ب 150 وب 140. ده ده حسب بقى كتر السمك وقلته. حسب المراكب ما بتجيب كتير وتجيب اقل. حلها عندي. تابع صفحة أكرم السحراوي وداليا السحراوي وهتعرف اليوم اللي الجمبري فيه سعره نزل. هات بعضك وتعال. كل يوم بورصة السمك الشعبية هتلاقيها هنا. الناس الغلابة اللي تحب تجيب كيلو على قد الإيد هتيجي هنا. شايفين يا جماعة؟ اللي بيحصل ده هزار. راح فين بده؟ خلينا في ده. يا سلام. أهي دي جاية من دي. من السمكه الكبيره دي. السمكة الكبيرة دي طلعت دي. طب هل يا ترى بقى ده طعمه ايه؟ خشن ناعم؟ تعالوا نشوف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك. فويده للعظم. عندك مشكلة في الغضاريف تاكلها. سمكة هتجيب نتيجة بجد. عنده قساوة. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ده السمك دون كانك بتاكل بانيه زي مثلا فراخ البانيه. ما فيهاش عظم ولا فيها اي حاجه زي اي حاجه بانيه موجوده. تحفه يعني لو في رغيف حتى العظم اللي فيه تبقى عملت لو في رغيف نبقى طبق نتغدى. 200. هو بيتاكل برز وعيش برضه. بياكل برز وعيش. طب خد قطمه. لا مش هقدر. انت حاطط لي حاجه كده. انت حاطط لي في حاجه. الله اكبر. ده بيعالج الغضاريف يا جماعه. يعني هو العلاج دون بتاع ربنا بس في حاجات في الغضاريف كده يعني بتبقى فيها التهابات وبيرجعها لعواملها الطبيعيه في الاول يعني عشان نسبه الجيراتين بيعليها بيخلي العظم بتاع الظهر ما بيتحكش في بعضه وبيبقى ما فيش التهاب وكده. بيعالج يعني هو يعتبر بيساعد على العلاج. ما شاء الله. طيب خليني اقول بقى انا جمله. لما يبقى الراجل اللي ربنا مرضيه ورزقه ببنت تبقى ظهر وسند وبألف شاب الواحد يحمد ربنا. أكرم السحراوي في بورسعيد مخلف بنت ب1000 راجل. بتنزل هنا وسط السوق كله بيقف انتباه وبتجيب السمكايه بالعلم وبالمعرفه. طول الوقت مطلعه العلم والثقافه اللي عرفتها وبتطبقها هنا في البيع والشراء. ده رزق. الرزق بيجي من عند الله
والشقيان كسبان. قصة حب عنيفة بين أب وبنته أدت للنجاح. داليا السحراوي وأكرم السحراوي حكاية ما تنتهيش.